مرت امرأة بجانب رجل معاق ذهنيا وبيده عود يرسم به على الأرض، فشفق قلبها عليه وسألته: ماذا تفعل هنا؟ قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء. فابتسمت وقالت له: هل يمكن أن آخذ قطعة منها؟ وكم ثمنها؟ نظر إليها وقال: نعم، القطعة ب20 ريالا. أعطت المرأة المجذوب 20 ريالا وبعض الطعام وذهبت. وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة، وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى معها مع الرجل المعاق. فقام الزوج وذهب إلى الرجل ليشتري قطعة منه، وقال له: أريد أن أشتري قطعة من الجنة، كم ثمنها؟ قال الرجل: لا أبيع. فتعجب الرجل وقال له: بالأمس بعت قطعة لزوجتي ب20 ريالا. فقال الرجل المعاق: إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة بال20 ريالا، بل كانت تجبر بخاطري، أما أنت فتطلب الجنة وحسب، والجنة ليس لها ثمن محدد، لأن دخولها يمر عبر جبر الخواطر. اجبروا خواطر بعضكم بعضا، فإنه من سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر. لا تقرأ وترحل، بل صل على النبي.